ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. دلوقتي اراهنكم بنسبه 100% ان انتوا عندكم توتر، حسيتوا ان الامتحان جه فجاه وانتوا مش مذاكرين. حتى اللي مذاكر بيعاني ان هو متوتر ومش عارف يجمع حاجه. طيب الحل ايه دلوقتي؟ نصيحه من تجارب ناس كتير ومن تجاربتي انا شخصيا لما ببقى عايزه اعمل حاجه. انتوا دلوقتي هتفضلوا تعملوا جداول وتقطعوها، جداول وتقطعوها، هتلاقوا الدنيا ما ظبطتش. طيب ما هو ده مش حل. طب الحل في ايه؟ الحل ان انا ابدا اذاكر واكسر الخوف اللي جوايا. اصلا توترك ده بسبب ان انت مش بتنجز. لو انجزت حتى لو جزء بسيط هتبدا تهدى من جواك، هتبدا تذاكر افضل، هتبدا تستوعب اكتر. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا متعود ان انا اذاكر من الفاينل. لا، دلوقتي اولا فاينل رايت موجود. تمام. طيب في ناس متعوده على فاينلات تانية. انت كده بتاخر نفسك، فكل اللي عليك ان انت تذاكر من الكتاب مؤقتا. تمام. طيب انا بذاكر من الكتاب اصلا ومش عارف اجمع، مفيش مشكله خالص. ذاكر من الكتاب زي ما انت، واحفظ من فاينل. تمام عشان تقدر تجمع اكتر. طيب الوقت هيكفي؟ هيكفي. طيب انا هقدر اذاكر وراجع؟ هتقدر تذاكر وتراجع. بس رجاء ان انتوا تقتلوا الخوف ده من جواكم، لان الخوف هو سببه عدم الانجاز، مش خوف من الامتحان، لا هو خوف من عدم الانجاز. فمجرد ما انتوا هتنجزوا. تمام. هقول لكم مثلا دلوقتي نسبة 99% بيكلموني، وحتى اللي مش بيكلموني انا عارفة ان هم ده اللي بيحصل. تفضل طول اليوم متوتر، وهعمل ومش هعمل، انا ما عملتش حاجه النهارده، طب هعمل، طب هلحق اذاكر، طب مش هلحق اذاكر، طيب اعمل ايه، طب انا لسه الفاينالات كلها ما نزلتش، طيب انا الكورس كله لسه ما خلصتش المواد. كل ده توتر توتر توتر. تعالى كده اخر اليوم هتلاقي نفسك ايه الحصيله بتاعتك؟ ذاكرت صفحه؟ لا. طب ما هو انا بدل ما اقعد افكر واشغل دماغي بحاجات ملهاش اي 30 لازمه، ما ذاكر اللي موجود دلوقتي. هنجز بجد، هتنجزوا. انتوا لو قعدتوا ساعة واحدة في اليوم هتنجزوا كتير جدا. تمام. طيب بالنسبة للوقت اللي هيكفي للمذاكرة، ابدأ يا سيدي بساعة، بكرة بقى زودها نص ساعة، بعدها هنوصل لساعتين. بس انا هتشجع. اول ما ابدأ في المذاكرة هتشجع وهبقى تمام جدا، هتقدر تذاكر اكتر وتستوعب اكتر زي ما قلت. حبيت اقول لكم النصيحة دي لان حاسة ان انا عايشة معاكم الموضوع من كتر الرسائل اللي بتجيلي. فربنا يوفقكم، وان شاء الله هنكون مع بعض باذن الله في المتوقع والمهم. سلام.